هذا التاج مصنوع من الذهب. صناع صمموا تحفة عظيمة ينطرح فوق الراس، قيمته ثمينة، منتهى الغاية أن تلاقي مفقود، وكل عبد لا بد له من معبود. الدموع عمرها ما ردت حبيب، إحساس الأم عمره ما يكذب. خلونا نشيل معنا السكن. والولد فلدة كبد ولو كان عنيد. نجلس كلنا في مكان واحد، يمكن نلاقي أشياء ثانية. ادخلوا من باب أو جربتم لكم مدخل، ولو ضيعتوا المخرج دبرتم لكم حل. لو نال منكم الإرهاق ما ناله، اسألوا القريب أو سألتم جاره. يا الله، سلامات. ايش حصل؟ انت بخير يا ابني؟
عاد في حد داخل البيت؟ تعالوا بعدين، يمكن عاد باقي حد داخل. ادخلوا انتوا، انا مانيش مستغني عن روحي. يا ابني رد علي، عاد في حد داخل ولا لا؟ شكلنا مصدوم من الحادث. خلونا نشيل اللي معانا للسكن. يمكن ما بفهمش الكلام انا. ايش معاك يا ابني؟ انتوا شايفين ايش اللي في يده؟ هذا تيك أواي. ايش؟ ابني مالك؟ ايش فيك؟ هاتوا ماء. من فين؟ ماء بسرعة. من؟ من أنت؟ الآدمي لا حركة ولا نفس. يمكن فقد الوعي، او يمكن حصل ضربة على راسه. الو. انا ولدي لا جلس معي ليله تعيد زي خلق الله. يما هالرزق اشتي عمل. الله يسهل برزقك يا ولدي ويحفظك. امين امين يا رب. وين انت ذا الحين؟ اكلمك بعدين، انا الان مشغول يما. طيب لا تتاخر شوي على نفسك من الطريق. قل لي اكلت ولا عاد انت صايم؟ خلاص يما اكلمك بعدين، مع السلامه. مالك مستعجل؟ الو. عم جمال، اذا تشتي تتكلم واصل تعال ولا تتاخر. لا فين؟ أنا في مكان بعيد، ضروري أشوف واصل. اترك كل شيء بيدك وتعال لعندي الآن.
عم جمال، إذا ما جيت الآن مصيرك تنتظرني شهر، لأني بروح القرية. أنا قريب. لا تتأخر علي. طيب حاضر. الآن هو في الطريق. عم جمال، فين رايح؟ أدلك على البيت وماشي لأني تأخرت. ضروري تجي معي. ما فيش وقت، لأنني إذا تأخرت يحتمل ملاقي سيارة. لا، أنت ضروري تجي معي، وأنا بوصلك للقرية. للقرية؟ لآخر الدنيا إن شاء الله، أهم شيء شوف واصل. أنا بنتظرك عند باب البيت. تمام، فين البيت؟ البيت أمامك. بيت واصل أمامي، وأنا بني أدور عليه من زمان، ليش؟ ما فيش وقت للأسئلة، أنت روح شوف البيت وأنا بنتظرك هنا، بس لا تطول. مش عارف إذا كانت جيتي لعندك صح وغلط، بس أنا انتظرت هذه اللحظة من فترة. أستاذ واصل، أستاذ واصل، ألو، مالك؟ ما بتصدق اللي شفته. ايش شفت؟ عم جمال، ايش هذا الصوت؟ عم جمال،
خليه داخل ولا تسيبه لحظة واحدة. لا تبكي يا أم مالك. وانت عليك تفعل بيها كذا؟ فين كنت كل هذه المدة يا ولدي؟ لو تشوف كيف تبهذلت وانا ادور عليك من مكان لا مكان. قل لي ايش الذي حصل لك؟ سامحيني. كل اللي حصل لي كان غصب عني. هذا التاج مصنوع من الذهب، ومن الذهب الخالص. تاج تاريخي من عهد الملوك الحميريين. صنع التاج خصيصا لملك عظيم من ملوك حمير. جمعوا أفضل صانعي المعادن الثمينة والغالية في هذه الزمان. كانوا 6 أشخاص تفننوا في صناعة هذا التاج. أخذ قرابة 6 أيام، وزي ب6 جواهر ثمينة، كل جوهرة ترمز إلى مملكة من الممالك اليمنية القديمة اللي خضعت لحكم الملك. واستمر التاج مع 60 ملك من الملوك اليمنيين القدامى، لأنه كان رمز للسلطة والحكم. تاج عظيم زي هذا كيف وصل ليده؟ قول لي كيف دخل هو للقرية هذا؟ لو سنة عايش فيها وما فكرش يخرج منها. يمكن نزح أو انتقل لها هنا، لكن ليش ترك أمه؟ يمكن ما حاولش يخرج، ويمكن حاول وما قدر. كيف لقى التاج؟ ما كلفت نفسك ترسل لي رسالة أو حتى برسال مع أي حد طمني. ما فكرت فيني يا ابني؟ والله غصب عني، مش بإرادتي. أنا لو علي ما خرجت من البيت أصلا. قل لي إيش الذي حصل لك؟ ريح قلبي. منتهى؟ تفضل. الحمد لله على سلامة مالك. الله يسلمك. جيت أطمن عليك، ماشي مزاجك؟ أنت تعرفني؟ مشهور ما يعرفك، بس قلقان عليك. أنت تعبان، ارتاح الآن. كيف حصلت التاج؟ مش وقت السؤال الآن. أمس ظهرتي لنا أنت تدوري على ابنك اللي ضايع له سنة، واليوم ظهر لنا واحد معه تاج ذهب، وتشتوا نحن نصدق إنكم ضايعين؟ مش ضروري تصدقين، المهم إن أنا لقيت ابني. الحمد لله إنك لقيت ابنك. الآن نشي نعرف فين مكان التاج. قلنا يا مالك، إيش قصة المكان هذا؟ وكيف وصلت إليه؟ ومن فين جبت التاج؟ مكرم، مش وقت التاج الآن. إلا وقتها الآن. يعني أنت أخذت التاج وتشي تعرف مكانه؟ قبل كل شيء أنا أشتي أعرف كيف دخلتوا القرية وليش. بكلمك بكل شيء،
لكن قل لي فين مكان التاج؟ كم لي من الريحة هذه؟ هذا هو ابن مالك النظيف اللي ما ياكل الا حالي وما يلبس الا الغالي، مش ملابس يعلم الله حق من هي. احنا بندور على مخرج من القرية وانتوا رايحين تدوروا على مكان التاج؟ فالتاج اللي معه ما هو الا جزء من ثروة موجودة كبيرة في القرية. نحن لازم نعرفه. انتوا من؟ ونسيتوا خروجنا من القرية؟ أي شيء يثبت لنا أصلاً وجود هذه الثروة هذا؟ وأنت ليش مستعجل؟ خلينا نطلع الثروة وبعدها نفكر في الخروج من القرية. التاج هذا ذو قيمة عظيمة، يمكن يكون جنبها أشياء ثمينة ثانية، وإحنا مش خسرانين شيء. لا تروحوا وتخلوا أهل القرية ضدنا، إحنا هنا ضيوف. لو في القرية ناس ما بيسكتوا وانتوا بتدوروا، بطلوا جنان وأوهام. التاج مش وهم، التاج حقيقة. واسألي ابنك. القرية شكلها فاضية، ما فيها حد إلا يمكن أسرة أو أسرتين وما قد ظهروش. خلونا نتأكد، إذا حصلنا شيء هنمشي من هنا أغنياء، وإذا ما حصلنا شيء ما خسرنا شيء. ولو تأخرنا قليل في القرية إيش يعني؟ هنموت؟ أبدا. القرية جميلة ولا فيها شيء، وما تقلقوا، أكيد في طريقة للخروج. ها إيش قلتوا يا جماعة؟ اللي يشتي يعرف مكان التاج يلحق بعدي. إذا أنت عاد تروح معهم للبيت المهدوم أنا باجي معك. لا يمه، أنت تجلسي هنا، يكفي البيت المهدوم تهدم علي والشيء يتهدم عليك. بعدين لا تخافي ولا تقلقي، هذه المرة أنا حذر جدا. أهم شيء يا جماعة أن أنتم تبقوا مع بعض وما تتفرقوا. فين مكان التاج يا مالك؟ المكان تهدم وانتبهوا لا يتهدم الباقي فوقكم. مثل ما قال مالك، نجلس كلنا في مكان واحد أو بعضنا يجلس خارج، لأن السقف ممكن يسقط في أي لحظة. لا، نتوزع على الغرف، يمكن نلاقي أشياء ثمينة. لا لا لا، لا توزعوا، خلوكم مع بعض. وفين الغرفة؟ كذا هي أمامك. الخرابة هذا جابت لنا القلق. يعني أنت أخذت التاج من هذا المكان قام يتهدم؟ أنت ما شفتش الرجال كيف خرج من بين الأنقاض؟ أنا ما أتوقعش إن حد ممكن يخرج وعاد وعايش بعد الذي حصل. دوروا في الغرف. ايش هذا مالك؟
وينه مالك؟ تعال نشوف. ايش نشوف؟ هذا المكان غريب. مالك؟ مالك؟ افتح الباب! مش في الزمن في الناس بات تلقى العجب، مش في النتيجة الغرابة، في السبب مش في المتاهة، في النفوس التايهة. كم خير ظاهر عن ضياء العين احتجب، لا شيء تغير فيك يا طبع البشر. صاحت نقوشك الحجر، سيبتني المجهول ظلك والأثار، ولقيت نفسك مثل ريشة في مهار. بس الذهب يا صاحبي يبقى ذهب.